في سنة كام و80 مبارك عمل قانون الضرائب على العاملين بالخارج، وكان بمقتضاه كل واحد متعاقد في الخارج في أي دولة أجنبية أن هو لازم ياخد العقد بتاعه ويروح لمأمورية الضرائب، وبناء على الراتب المسجل في العقد كان يدفع ضرائب في مصر. فضل العمل شغال به لسنة كام و90 لحد المحكمة الدستورية ما قضت ببطلان القانون وأوقفت العمل به. طبعا لو فكرنا كده على القاعدة القانونية مبنية على باطل فهو باطل، كان لازم الفلوس دي تترد للناس. طبعا لا في حاجة اتردت ولا في حاجة اتعملت. ما علينا، خلصنا من الموضوع ده. جالنا من كام يوم بعد الأخ مصطفى بكري وما حكينا عنه المحامي الشهير بهاء أبو شقة في مجلس الشورى، وبيقترح انه نفرض ضرائب على العاملين بالخارج، متناسيا وليس ناسيا ان كان الموضوع تم قبل كده في عهد مبارك، وان فيه حكم دستوري بعدم دستورية القانون ده. طبعا لما قامت الهجمة عليه هو بنفسه اعترف بعد كده وقال لا ده انا ما كنتش اقصد، انا كلامي خرج من سياقه، انا كنت بشحذ الهمم ومش عارف بعمل ايه، كلام اللي هو قاله بعد كده. هو كان يقصد كل كلمة لأن الفيديو موجود وتصريحاته ديت موجودة، وكان بيقصد فرض الضرائب بالفعل. طبعا الموضوع ما ينفعش فيه، هيكون فيه ازدواجية للضريبة وده طبعا يبطلها. وكمان ان انت بتفرض الضريبة يا جماعة لا تفرض على الجنسية، مش كل مصري في كل مكان بيحقق ربح هناخد عليه. الضريبة تفرض على الربح أو الدخل اللي يحقق عندك أنت، وإلا ليه أنت بتفرض ضريبة على المستثمر اللي بيشتغل عندك، بيستثمر أمواله في بلدك، وكل الدول كده بتاخد منه، هو مش مصري بتاخد منه ليه؟ هتاخد من المصريين اللي شغالين بره عشان مصريين؟ طب ما المستثمر اللي عندك ما تاخدش منه، دولته اللي تاخد منه، وانت تاخد من نجيب ساويرس اللي عنده استثمارات في دول العالم كلها لانه مصري. فهي العملية مش كده. الضريبة على الدخل، يبقى الدولة اللي بتاخد الضريبة على الدخل لازم الدخل يكون دخل للشخص اللي هو حققه وداخل الدولة اللي هتاخد الضريبة، والدخل او على الربح. فانا مش بربح من بره واجي ادفع لك انت ضريبة هناك، فلذلك هو الموضوع غير دستوري. وفي المقابل يا عم عاملني بالمثل كمان، انت مجرد سفري بره بتشيلني من التموين وبتحرمني يا عيني من كيلو السكر وازازه الزيت الكبيره بتاع الموجوده دلوقتي، واللي بيفضل اسمه في التموين بتحوله محكمه. تقول لا انت لا تستحق الدعم، انت مش قاعد في مصر. طيب انت بتشيل عني الدعم، تحرمني منه، الدعم اللي هموت عليه، وما بتدهليش لاني مانيش مقيم عندك على ارض مصر. طيب بتاخد مني، عايز تاخد مني ضريبه وانا بحقق الربح ده بره. وكون الاخ ابو شقه يقول لك ده احنا بنعمله علشان نحقق مستويات امان ومش عارف ايه، امال اللي احنا بندفعه كل سنه وبيسموه تصريح الامن العام ده ايه ولا علشان ايه؟ وامان اللي دفعناها على جواز السفر ده عشان ايه؟ هو كم امان هندفعهم؟ ارحموا المواطن شويه، ربنا يرحمكم.